كابتن مرسي سرحان رئيس نادي المريخ، عايزين نعرف من حضرتك حالة الفريق الكروي والفريق الأول بيستعد الآن لمباراة دوري القسم الثاني، عايزين نعرف ما وصل إليه فريق الكرة الآن. وبعد انهاء التعاقدات واغلاق باب التفاوض مع اللعيبة من يوم 7 استقرينا على 25 لاعب اللي احنا نقدر ندير بهم مسابقة الدوري بتاعنا. الحمد لله هم مستواهم كويس، العمل ماشي على قدم وساق. كابتن حسام غويبة قايم بمجهود جامد هو والجهاز المعاون له، اذا كان الجهاز الاداري بقيادة سيد حارس او الجهاز الطبي بقيادة ايمن عبد العظيم وطارق الشلبي، ومع احمد الطزوي ومحمد الغنام قايمين بالعمل في منتهى الجدية. اول مباراتنا هنلعبها مع القناة بكرة في اطار ال8 مباريات اللي انا حددتهم يتلعبوا في ظل الاجواء الامنية، انهم يلعبوا في بورسعيد او اسماعيلية بس، مفيش اكتر من اسماعيلية وبورسعيد بالنسبة للماتشات الخارجية. كابتن حسام ومع الجهات الامنية ان احنا جميع المباريات تبقى في ملعب المريخ، ما عدا المباريات اللي فيها طرف اسماعيلية ممكن تتلعب في اسماعيلية زي الاسماعيلي والقناة والكهرباء. انا وافقت على ال3 مباريات دول ان هم يتلعبوا في اسماعيلية، لكن كل المباريات هتتلعب في ارض نادي المريخ عشان الحالة الامنية اللي موجود فيها البلد دلوقتي. كابتن حسام واقف على ال 25 لاعب بتوعه، وضعنا اللائحة مظبوطة. اللائحة بتخدم اللاعب اللي بيبذل مجهود وبيلعب، هتخدم كل واحد يبذل مجهود. كل نقطة عرق في نادي المريخ لاعب بيبذلها انا وراها، وما بضيعش اجر من احسن عمله، لان ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. وانا ما بقدرش اضيع واحد قدر ان هو يقدر يسدي للمريخ حياته واستبساله في الملعب ان انا اضيع منه حقه. طب ما هو طموح المريخ للموسم الجديد؟ المريخ طمع لايه؟ هل طمع ان هو يكون مركز متقدم ولا في وسط الجدول ولا البقاء؟ معنى ان انا اعمل تعاقدات ب 2 مليون جنيه معناه ان انا عايز المنافسه خلاص، عايز اوصل. احنا بقالنا 3 سنين بنعد للموقف اللي احنا فيه دلوقتي، ان احنا عايزين ان احنا نصعد للدوري الممتاز. انا اخرت الصعود 3 سنوات عشان اعمل فريق قوي. الحمد لله الامكانيات موجوده، توافر قيادات في بورسعيد ورايا موجوده، على راسهم الاستاذ المحافظ. النادي المصري وجوده معايا وفي ظهري بجمهوره وبذل جهد المسؤولين فيه لاستقرار المريخ، لان النهارده استقرار المريخ من استقرار النادي المصري. ونادي المريخ لو النهارده قدر يلعب في ملعبه البطوله دي ان شاء الله هنصعد. لكن النهارده عشان نلعب 13 مباراه، الدوري 26 مباراه، نلعب 13 مباراه في ارض محايده و13 مباراه في ارض الخصم، ده ما يوصلناش. لازم ان احنا نلعب في ملعبنا. احنا النهارده بنحاول جاهدين ان احنا نبذل جهد ان المريخ يلعب في ملعبه. المريخ لو لعب في ملعبه انا بوعد بورسعيد كلها ان المريخ هيكون اول الموجودين في الدوري الممتاز بجوار اخيه الاكبر النادي المصري، وان شاء الله بدون مقاطعه هنقدر ان احنا نقاوم الدوري، لان احنا افضل فرقه النهارده عامله بروجرام قيد لعيبه وبروجرام تدريب 10 على 10. كابتن حسام بذل مجهود فيه، مجلس الاداره مش مخر عن الكابتن حسام حاجه. احنا كلنا على امل الصعود، ولذلك انا حتى مكثف كل قوه النادي ومكافئاته وايراداته ان الفرقه النهارده تبقى في المستوى الطيب اللي تؤهلنا نطلع دوري ممتاز. بالنسبه لاشاده محافظ بورسعيد اللواء سماح قنديل بمقامه نادي المريخ من تسهيلات من اجل اقامه مباريات وتدريبات النادي المصري، وهي العوده اللي تعتبر عوده النادي المصري للحياه، لان النادي المصري عائد بعد تجميد نشاط لمده عام. هو المحافظ كتر خيره عمل ألفة ما بين المصري والمريخ. النهارده المصري والمريخ كل اسبوع بنشوف بعض، ودي كانت لازم تبقى موجوده من سنين طويله. كل اسبوع النهارده بنشوف بعض، المريخ بيشوف المصري والمصري بيشوف المريخ، المحافظ على راس القائمه اللي بتدير العمليه الوديه، الحب اللي دايم بيننا وبين بعض. انا كل يوم مع اعضاء مجلس اداره النادي المصري، هم معايا، احنا متواصلين. اي لاعب النهارده كويس المصري عايزه انا بديهوله، واي لاعب المصري بيبقى عايز يحطه معايا لحين ما يبدا بيه فتره ثانيه احنا بناخده. النادي المصري مش مخر عنا حاجه، النادي المصري بيقول لك خد اللعيبه اللي انت عايزها، لدرجه ان انا كنت قاعد في قعده وديه مع الكابتن ياسر يحيى رئيس النادي المصري، قال لي في 2 لعيبه
عايز اعرضهم عليك تخليهم معاك ان شاء الله في شهر يناير. يعني في حب، في ود ما بين الاثنين. النادي المصري والمريخ النهارده عاملين تكاتف من اجل بورسعيد، وان شاء الله التكاتف ده هيتواصل ان شاء الله في الاجيال الجايه، لان مفيش تنافس ما بين مصر والمريخ. ما ينفعش المصري والمريخ ينافسوا بعض. اب ما ينافسش ابنه، اخ كبير ما ينافسش ابنه اخوه صغير. المريخ والمصري علاقه قويه وبتزيد اكتر بعد وجود اللي هو سماح قنديل رئيسا محافظا لبورسعيد، ووجود ياسر يحيى رئيس النادي المصري، والحمد لله وجود مجلس اداره لنادي المريخ، مجلس اداره محترم بيقدر يدير العمليه في منتهى الشفافيه، شرعي في قراراته، شرعي حتى في اي تعاملاته مع اي جهه. لذلك حتى انا بطمن الناس ان مجلس اداره نادي المريخ الموجود عامل امتداد لمجالس اداره المريخ اللي كانت موجوده واثبتت جدارتها في الفتره اللي فاتت. بالنسبه لنادي المريخ وانتخابات نادي المريخ على مقعد الرئيس الذي خلى بعد وفاه الراحل الاستاذ محمد شرف، نعرف من حضرتك هل في موعد تحدد لانتخابات منصب الرئيس في نادي المريخ، ومن هم المرشحون او الاقرب للترشيح من داخل لهذا المقعد؟ اول انتخابات حديثه الحمد لله، في اول 3 هيتم الانتخاب لنادي المريخ انتخاباته. وانا اقول لسعادتك حاجه شخصيه، مش فارقه مين الرئيس اللي جاي. الرئيس اللي جاي مهما كان مش فارقه معانا من الرئيس. احنا كل قراراتنا بتتاخد على الترابيزه، مفيش قرار كان تصويت من بدايه 1/10/2013 لحد النهارده. المريخ ما خدش قرار واحد تصويت ولا قرار تصويت. رئيس النادي اللي هيجي ماشي على شرعيه معانا في قلب رجل واحد. احنا اينما كان الاخ اللي هيجي، فالاخ اللي هيجي ده هيجي يشرف نادي المريخ. هتقول لي المنافسه ما بين 2 أو 3، انا ما اقدرش اقعد جلسه. انا عارف ان في سمير خضير وفي احمد جوهر للرئاسه، الاثنين نازلين. انا ما اقدرش النهارده اقعد في جلسه ما فيهاش سمير خضير. سمير خضير ياما عمل لنا في النادي وياما ادى دوره وعمل امتداد كتير قوي في الجلسات اللي فاتت وفي رعايته للنادي وماسك لجنه الموارد وما بيبخلش من جهد لتنميه نادي المريخ. في الاتجاه الاخر احمد جوهر، انا ما اقدرش اسافر مباراه ما فيهاش احمد جوهر. احمد جوهر معايا في كل مباريات الدوري والكاس العام الماضي، ما اقدرش امشي من غير الاثنين. انا بتمنى من الله عز وجل ان ربنا يجعل السكينه في الاثنين ويكونوا الاثنين موجودين مع نادي المريخ. التصويت نفسه مين هيدي سمير خضير ومين هيدي احمد جوهر؟ الاثنين محبوبين، الاثنين قوه. واحد ابن النادي بقاله 20 سنه لاعب ادى دوره، كان بيتنازل عن كل حقوق. كل سنه كان يجي احمد جوهر ده يتنازل عن كل حقوق، وانا كنت مدير ناشئين او مشرف على الكوره، عضو مجلس اداره، رئيس نادي. كان كل مره كان احمد جوهر يقول لا مش عايز الترضيه ومش عايز العقد ومش عايز. راجل بيتفانى في حب النادي. سمير خضير فاتح قلبه لكل النادي. انا لحد النهارده كل ما بقول لسمير خضير يا سمير الموضوع النادي محتاج كذا او كذا، بلاقي سمير خضير صباط بالخير. الاثنين دراع اليمين، والاثنين انا استحاله حد يقدر يدي الاثنين. اثنين فعلا بينسموا النادي المريخ بحب وبجدعنه وبرجوله، واتمنى ان ربنا يأهلني صح ان اقدر احافظ على الاثنين دول، لان الاثنين دول يعتبروا من رجاله نادي المريخ الاوفياء.